لتشيلسي الغاني. المدرب والحكم الجزائري جمال حمودي ادى ضربه جزاء لفريق تشيلسي الغاني من نصيب اللاعب ايمانويل كلوتي رقم 25. عمل انطلاقه وعمل خطوره كبيره جدا. هذه الاعاده مره ثانيه على مالك، ما تستعجلش يا شريف، وتروح على طول وتعدي على طرف الشمال ناحيه ايمانويل كلوتي، وعلى طول شريف الحكم اتقل جمال حمودي اتقل يدي ضربه جزاء لصالح تشيلسي الغاني. ضربه جزاء تقريبا في الدقيقه كام؟ تقريبا في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول. على طول ايمانويل كلوتي والحارس شريف اكرامي. شريف اكرامي وايمانويل كلوتي اللاعب الغاني الخطير ايمانويل كلوتي، وعلى طول تصويبه ويحطها قويه زاحفه على يمين شريف اكرامي. واحد تشيلسي الغاني، اثنين النادي الاهلي. هدف بقدم اللاعب ايمانويل كلوتي في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول من ضربه جزاء، والهدف التاسع لهذا النجم في البطوله حتى الان. 9 اهداف لهذا النجم في بطوله دوري ابطال افريقيا. تصويبه قويه ارضيه زاحفه في البعيده تروح قويه على يمين شريف اكرامي. واحد تشيلسي الغاني، اثنين